في زمن كثرت فيه الفتن وتكاثرت فيه الحدود المصطنعة التي فرقت ما جمعه الله، يبرز سؤال جوهري: هل نحن فعلا إخوة كما أمرنا الله؟ من الذي يسعى لزرع العداوة والفتنة بين الإخوة في المغرب والجزائر، بل وبين أبناء الأمة الإسلامية كلها التي يجمعها دين واحد وتاريخ واحد ومصير واحد؟ أليس الإعلام الموجه أول من يستغل العقول الغافلة ويبث السموم بين الناس خدمة لمصالح خبيثة وأجندات شيطانية ملعونة؟ لقد حذرنا الله عز وجل صراحة من اتباع خطوات الشيطان الذي جعل هدفه الأكبر هو إضلال الإنسان وقلب الموازين، حتى يصبح الأجنبي أيا كان صديقا، ويصور المسلم عدوا لأخيه المسلم. وقد أقر الشيطان نفسه بذلك يوم القيامة حين قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. اليوم نرى بعض المؤثرين والإعلاميين الطفيليين من الطرفين وقد استحوذ عليهم الشيطان، فباعوا ضمائرهم لمصالح شخصية ضيقة، ينشرون الحقد والكراهية بوعي وقصد، ويؤثرون على فئة من الناس محاولين تمزيق نسيج الأخوة بين الشعوب. وهذا يتناقض تماما مع ما قاله الله عز وجل: